مرحبا بكم في حلقة جديدة وسلسلة جديدة في قناتي. السلسلة هذه باش تكون بعنوان ريحة رمضان، باش نحاول نعدي لكم ريحة رمضان كيما في تونس بالضبط، سورتو للعباد البعاد والمتغربة. اليوم اخترت باش نودكم بروسيت تفكرني في نابل والربط وكوشة بغزالة اللي قدام دارنا وريحة الخبز اللي تبدا تفحفح نهار كامل في الزنقة. يا سيدي روسيت اليوم باش تكون الخبز المبسس، وباش نزيد نوعدكم بكعيبات خبز بالزيتون والبصل. نتصور برشا منكم اللي عايشين لبرا اتوحشتوا هيك الريحه اللي تبدا شادد عليها صف قدام الكوشه قبل شقان الفطر. مالا سيدي انا اليوم جيت باش نودكم بالروسيت ونفكركم بهيك الريحه العزيزه الغاليه نتاع سيدي رمضان. وكيف العاده والعوايد نقولكم ما تنسيوش الاشتراك في القناه، وكان عندك عبد عزيز عليك يعيش لبرا ابعث له الفيديو هذه خليه يجرب الوصفه على خاطرها ناجحه 100% وبنه وريحه لا توصف. وتوا يلا نتعداو للرسمي. باش نستحقوا للخبز البنات 500 ملل ماء دافي، 500 غرام سميد ارطب و500 غرام فرينه. عندي هوني ما يقارب 120 غرام حليب دافي، 6 مغارف زيت زيتونه، مغرفه كبيره خميره فوريه، ومغرفه كبيره سكر. نستحقوا للكركم وللملح. اول حاجه باش نبدا نعملها اني نحط السكر والخميره باش نخلطوا المكونات السائله الكل مع بعض، باش نزيدوا الحليب والزيت، نزيدهم مغرفه صغيره بسباس. جبت البول اللي باش نعجن فيها باش نخلط كميه الفرينه كميه السميد. البنات انا باش نستعمل الخلاط الكهربائي للعجن، وتنجموا تعجنوا بيديكم راه فما حتى مشكل، يعني تنجم تعجن بالطريقه اليدويه والا بالعجينه الكهربائيه. بعد ما تفعلت هيك الخميره باش نصب الخليط الكل ونبدا نعجن. ما ننساوش البنات باش نحط شويه كركم باش تطلع لي اللون مزيان، غرفه صغيره ملح. نقوي في سرعه الخلاط باش يتلم كل شيء مع بعضه، ونخليها حكايه درجين تتعجن بالباهي بالباهي. وما شاء الله كيفاه طريه تهبل، لازمهاش تكون يابسه راهي العجينه نتاع الخبز المبسس. خذيت بول دهنتها بالزيت باش نخلي العجينه هذيك تتخمر في راحتها مده ساعه ساعه ونص. هذه هي العجينه باش نخليها ترتاح مده ساعه ساعه ونص، ومن بعد نرجعوا نشكلوها. من بعد ما خمرت مليح شوفوا ما شاء الله قداش طلعت البات. حاولت نحي هيك الغاز هذاك الكل، شكلتها في شكل مستطيل كبير. عملت الانتيير نحيته على جنب باش نعمل بيه 2 خبزات بالبصل والزيتون، والكميه اللي قعدت قسمتها على 5 باش نعمل 5 اشكال مختلفه. الشكل الاولاني هو ضفيره كما تشوفوا في الفيديو، سهل برشا. خذيت كونتيتي من العجينه قسمتها على 3 وعملتها في شكل بودان. كل بودان تحاولوا تعملوها كيما اختها، معناها 3 لازمهم براتيكمون قد نفس السمك نفس الطول. شديتهم من الفوق بكل مع بعضهم، من بعد ضفرتها كيما تشوفوا سهله ياسر ما فيها حتى شيء. حاولت نفيل فيها في الاطراف وحطيتها في الطبق متاعي. نتعداو للشكل الثاني اللي هو حلزونه، سهل كيف كيف. خذيت البودان الثانيه حليتها شويه وقسمتها على 2، وكل بودان حاولت نحلها كيما اختها. من بعد شديتهم من الفوق كيما ثفيره مي روليتهم كيما تشوفوا في الفيديو، وحاولت نعمل شكل حلزوني. وبالطبيعه كيما شفتوني الطرف الاخراني بكل ندخلوا من اللوطه باش العجينه تقعد مزيانه كي تتنفخ. وتوا باش نعملوا الورده المزيانه هذيك كيما شفتوها. ناخذ كونتيتي نتاع العجينه ونحاول نقصها على 7 طروف متساويين، كل طرف نعملوا في شكل دائره ونحطه على البلان دو طرافاي ونشكل بيه ورده. ومن بعد كي باش تعاود تتنفخ باش تلصق الكل في بعضها وتولي مزيانه. وتوا نتعداو للشكل الرابع اللي هو يشبه للاس. ناخذوا البودان جوست نحلوها ندوروليوها على طول هكاكا لو ماكسيموم بوسيبل. من بعد ندوروا شطر الاولاني على شكل حلزون وشطر الثاني شكل حلزون اما بالعكس، دونك تتحصلوا على اس. نجيو توا للشكل الخامس واللي هو يشبه لطاقية السلطان.
نحلو هكا العجينة اللي قعدت لنا ونجيو في شطر العجينة ونعملو هكا حليت بالسكينة وإلا بالوحدة متاع البيتزا، ومن بعد نرجعو البات كيما قاعدين تشوفوا في الفيديو بالضبط، سهلة وبعد كي تنفخ ياسر مزيانة تجي منظر محليها على الاخر. وتوا مازالي كان باش نعمل خبيزات الزيتون والبصل اللي جاوني ما نحكي لكمش على البنة بالحق. نفس العجينة سهلة ياسر، جست نحط فيها شوية بصل وزيتون حليتها كيما شفتوا، من بعد نحط الزيتون والبصل ونعاود نسكر العجينة ونحلها كيما الخبزة، معناها ما فيهاش برشا خدمة، جست نحاول ندخل هيك البصل والزيتون بالقدا في الوسط، من بعد نحلها كيما الخبزة كيما تشوفوا. والكل الاشكال الكل تو باش نخليهم يعاودوا يتخمروا حكاية نص ساعة اخرى. وتوا الخبيزات متاعي كملوا تخمروا بالقدا، شوفوا ما شاء الله محلاهم مزيانهم قبل ما يطيبوا. ديجا عملت اصفر عظمة مع شوية حليب، وعملت من الفوق دهنتهم باش يجيني اللون مزيان كي يطيبوا، شوية سينوج وبسباس. وبالنسبة للخبيزات متاع الزيتون والبصل حاولت نعملهم هكايا اشكال كيما الخبز التركي بيديا كيما تشوفوا، من بعد عملت لهم بالفرشيطة باش يقعد مزيان المنظر. بالنسبة للخبزة الثانية قسمتها على 4 هكا وبطبيعة دهنتهم من الفوق بالأصفر العظم والحليب، ورشة حبة حلاوة وحبة سينوج، ودخلتهم للفور. بالنسبة للفوري 425 فرنايت اللي هو يجي بالسلسيوس 200 درجة هكاكا لين احمروا من الفوق. شوفوا ما شاء الله راهم جاوا خبيزات يعملوا 66 كيف، والدار الكل تفحفح بالريحة. ايش قولكم في هيك البنة والمنظر العزيز الغالي؟ صدقوني أبن حتى من اللي تشريوه من الشارع، وما نحكي لكمش على الريحة، ما شاء الله ريحة تعمل 66 كيف. ملا يلا فاش تستنى؟ لايك وكومنتير وبارتاجي، وابعث الفيديو هذا للعزيز عليك باش يجرب الوصفة، وانتي زاده ما تبخلش جرب الوصفة وراهي ناجحة 100%. وتوا ما بقالي كان باش نقولكم ان شاء الله في حلقة جديدة وبنة جديدة. شهية طيبة.